تعال ندرس بقى الجزء ده عشان هيسوقنا في اتجاه مهم قوي. ايه القصه دي؟ قال لك والله ده شكل الشير فيلير اللي بيحصل في السويل. بيحصل ايه؟ انا بيكون عندي الحمل جاي كده، فبيبتدي يخش على المنطقه دي اسمها الويدج. ويدج يسموها ويدج ليه؟ دي بالعربي يعني وتد. عارف انت لما بتكون عندك الشمسيه ورايح البحر، يعني يكون في حته كده من تحت مدببه، فاهمني؟ هي دي بتقوم بنفس الدور، ان المنطقه دي بتكون فلكسبل، وبتكون او بتشتغل كانها جزء من الاساس. يعني الاساس نفسه بيعتبر المنطقه دي كانها حته منه، كانها راكبه فيه كده. تمام. فالحته دي اسمها الويدج زون، او احيانا بتتسمى الاكتيف زون. تعالى بعدين كمل معايا كده على الحته دي. الحته دي حته خطيره جدا. ايه دي؟ حته اسمها الريديال شير زون. الشير مينلي بيحصل هنا، وركز معايا عشان ليها دلاله مهمه جدا. الشير مني لما بيحصل هنا. تمام. حلو جدا. طب الحته الثالثه دي الباسيف زون. الباسيف زون دي ليها دور مهم قوي. ايه هو؟ ان لازم يحصل اوفر بيردن هنا. يعني ايه اوفر بيردن؟ ان دي تنزاح لفوق كده لما انا يحصل لي فيلير هنا، فدي هتزق دي، فدي هتزق دي، فدي هتطلع فين؟ تطلع فوق. صح. طيب، يبقى معنى كده ان لو جه تقرير التربه قال لي انت يا احمد عندك البيرن كاباسيتي كانت 2 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، ان انا من حقي اشوف الوزن اللي هيجي هنا واقول والله هذا الوزن هيقاوم معايا. فالوزن ده كان مثلا 5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، يبقى انا عندي اجمالا البيرن كاباسيتي بتاعتي 7 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. صح ولا غلط؟ مين يرد عليا؟ اعتقد غلط. ليه غلط؟ لانه ايه فكرة الحمل اللي هو جاي من فوق؟ انا بدرس ما هو تحت الفاونديشن بالظبط، هو وده الموضوع اللي هو ايه؟ الكريتيكال عندي. طيب، الموضوع ايه؟ الموضوع احنا قلنا ان احنا عندنا حته اسمها الويدج اللي هي دي. تمام. دي بتزق لتحت. معايا مهندس احمد؟ خليك بس ميوتد كده وناقشني، ماشي مهندس تمام يا احمد؟ فندم. تمام. اتفضل اتفضل. دي هتزق لتحت. تمام. حلو. انا عشان يحصل لي فيلير ودي بتزق لتحت، لازم دي تزق دي. صح. مظبوط. بعدين دي هتزق دي. صح. تمام. بعدين دي تطلع لفوق تعمل الاوفر بيردن. ماشي. تمام. طب لو انا كبست عليها بحمل هنا كده، اذا الحمل. دي اذا دي مش هتطلع، مش هتعمل اوفر بيردن. مظبوط. يبقى اذا دي مش هتتزق. هتثبت اللي قبله كله. يبقى دي مش هتتزق، يبقى دي مش هتتزق. صح كده؟ حلو، بس الحمل ده هتجيبه، يعني ده هيكون ناتج ايه الحمل اللي نتيجه هو اي حاجه بقى. ممكن يكون نتيجه ان انا في عندي وزن فوق انا مش واخده في اعتباري. زي ايه مثلا؟ زي ما اكون مثلا بقول لك يا مهندس احمد، عندي هنا كده فاونديشن، وعندي هنا كده فاونديشن، وعندي هنا كده سلاب جريد، وعليها حمل عربيات مثلا او حمل مخازن او something. امم فده كده بقى حمل مظبوط؟ مظبوط. لا مش مظبوط. ليه بقى يا سيدي؟ امم لان هو عشان ده يكون مظبوط لازم اكون متاكد ان ده فعلا هيحصل. يعني كلامك يا مهندس احمد في النقطه دي سليم، بس مش ده السيناريو اللي لازم يحصل. ليه بقى؟ قال لك يا سيدي الفاضل، احنا في عندنا 3 تايب اوف فيليرز ممكن يحصلوا. اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده وان تايب اونلي. اسمه ايه؟ جنرال شير فيلير. اللي مشروط بايه؟ بان انا يكون عندي الاوفر بيردن ده. لكن انا في عندي حاجه تانية اسمها لوكال شير فيلير. ما بيعملش اوفر بيردن كبير، ده بيعمل شويه صغيرين، بينتج عنه شويه صغيرين كده. ففي عندي لوكال شير ان هو بيحصل لي هنا كده فيلير، وتلاقي ان الفاونديشن بدات تغطس لتحت،
والاوفر بيردن اللي خارج هنا حاجه صغيره خالص مش زي ده. فساعتها بقى الفاكتور اوف لود اللي هنا تاثيره بقى اقل. ده اقول لك بقى على الثالثه الاسوء، ان انا ممكن يحصل لي بانشنج شير فيلير، ان التايب او ان الفاونديشن نفسها تاخد الحته بتاعت الويدج دي وتخترق السويل، تسقط لتحت. يبقى اذا في الحاله دي انا الاوفر بيردن مش داخل معايا اصلا في الحسب. واضحه؟ طيب احكم ازاي بقى على التايب اوف فيلير اللي ممكن يحصل لي؟ حلو جدا. انت الراجل الطيب بتاع الجينيتيكال جالك واداك الفاكتشوال ريبورت اللي احنا ما بنفتحوش ومالناش دعوه بيه ده خالص، تمام؟ هتلاقي من ضمن كده في حاجه اسمها الريلاتيف دينستي، تمام؟ طيب انا عندي الكثافه الريلاتيف دي هيديها لي بقيمه. حلو. طيب وعندي منسوب التاسيس بتاعي وليكن مثلا متر ونص، هو عاده ما بيقلش عن متر ونص، يعني هو يعني ليها حكمه هقولها لك في الاخر يعني، او ممكن اقول لك لما اخلص النقطه دي. تمام. طيب فانا بيكون عندي متر ونص لتحت غايصين، تمام؟ وعندي عرض الاساس. هجيب الريشيو ما بين الدبث من اول هنا كده لحد هنا كده، تمام؟ اوفر بي. يبقى انا كده جبت الريشيو ما بين الدبث والبي. احطها على ايدي الشمال، تطلع بقى صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هو الشارت اللي عندنا لحد خمسه، تمام؟ اي حاجه بعد كده خلاص انت رايح على اتجاه البانشن خلاص يعني ما تحسبش، تمام؟ مع الريلاتيف دينستي. حلو. وابتدي اقول والله طيب انا عندي الريلاتيف دينستي بتاعتي كانت مثلا 0.8 والريشيو دي اوفر بي كانت وليكن واحد، فهنزل بده كده واجيب ده كده. انا بتقاطع او واقع هنا في المنطقه دي. اذا انا دلوقتي في منطقه ايه؟ الجنرال شير فيلير. لو انا متاكد من ده انا ممكن اخد الوزن ده معايا فعلا، بس طبعا ده اجراء لازم ترجع فيه للجيوتكنيكال. بس لما تناقشوا كده في كمان شرط في الكود المصري عشان تعمل القصه دي. ايه هي؟ قال لك ان يكون النظام صندوقي. يعني ايه يا سيدي؟ قال لك يعني لما يجي يحصل لي الفيلير ما يحصل لي كده، فساعتها هاخد كل الوزن ده معايا. لكن دلوقتي لو انا بتكلم في ان انا عندي نظام صندوقي، يعني ان انا عندي رفت وبيزمنت وول، عشان بس ممكن تبقاش واضحه. انا عندي رفت وبيزمنت وول حتى مرفرفه او مش مرفرفه مش مشكله يعني، تمام؟ المهم ان مفيش هنا في النص فراغ. اما لو انا بتكلم في ان انا عندي عضلات فوتنج بالشكل ده وعندي السلابون جريد اهي وليكن دي كده، وعندي ده كده ايه المنسوب بتاع الطريق، وعندي فيه هنا مثلا بيزمنت تول. هاخد ده ولا هاخد ده؟ طبعا اكيد هاخد ده، تمام؟ ودي في نقطه الجنرال شير فيلير، خليك متاكد هتنفع هنا ولا تنفع هنا. واضحه دي يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس، تمام جدا. وهدوء